السلام عليكم. تخيل انك صحيت في يوم لكن فجأة لاحظت حاجة غريبة، الشوارع فاضية والمحلات مفتوحة لكن ما فيهاش حد والبيوت هادية كأنها مهجورة، وحتى التلفزيون والراديو ما فيش فيهم أي إرسال. الموضوع مش طبيعي وانت مش بس لوحدك في الشارع لكن لوحدك في العالم كله. لكن ايه اللي حصل وفين الناس، والأهم ايه اللي هيحصل للأرض بعد ما البشر اختفوا؟ هل الكوكب هيتأثر بغيابنا، وايه الحاجات اللي هتفضل موجودة حتى بعدنا بآلاف السنين؟ أنا أحمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. أول دقايق بعد اختفاء البشر العالم هيكون هادي بشكل غريب جدا، لكن في نفس الوقت في أماكن كتير الفوضى هتبدأ تنتشر فيها. الشوارع هتبقى فاضية ومفيش صوت زحمة ولا صوت عربيات وحتى مفيش صوت موبايل بيرن. إشارات المرور هتفضل شغالة لفترة لكن مش هيكون في حد حتى يقف عندها، وحتى الراديو والتلفزيون البث هيكمل لفترة قصيرة وبعدها هيبدأ ينتهي. كمان آلاف الطيارات اللي كانت في الجو وقت اختفاء البشر هتفضل ماشية على التيار الآلي، لكن بمجرد ما الوقود يخلص هتبدأ تقع واحدة ورا التانية، وبعضها هيقع في المحيطات والبعض ممكن يتحطم في المدن ويسبب حرائق ضخمة. كمان آلاف السفن اللي كانت في البحر هتفضل ماشية لوحدها لكن بدون حد يقودها، هتبدأ تدريجيا تضل الطريق، ولما الوقود يخلص أو تيجي أي عاصفة هتبدأ السفن دي تغرق هي كمان واحدة ورا التانية. والمصانع اللي بتعتمد على التشغيل التلقائي هتفضل شغالة لفترة، لكن بمجرد ما الطاقة تخلص أو يحصل أي عطل كل حاجة هتقف فجأة. والمفاعلات النووية في الأول هتكون تحت السيطرة، لكن في خلال أيام قليلة هتبدأ المشاكل تظهر لأن مفيش حد بيراقبها، والكلاب والقطط هتفضل مستنية أصحابها عند الأبواب ومش فاهمة ايه اللي حصل. والطيور اللي في الأقفاص والأسماك اللي في الأحواض هتبدأ تعاني من الجوع ومع الوقت هتموت. وفي الأول الكهرباء هتفضل شغالة في معظم الأماكن، لكن في بعض المناطق اللي بتعتمد على تدخل بشري يومي ممكن تبدأ تنقطع بعد ساعات قليلة. وبمجرد مرور أول يوم الفوضى هتبدأ تبان أكتر والآثار هتكون كارثية. بعد 24 ساعة بس من اختفاء البشر العالم هيبدأ يواجه مشاكل ضخمة وكل حاجة هتبدأ تنهار. بدأ يحصل انقطاع تدريجي للكهرباء لكن بعض محطات الطاقة لسه مكملة وشغالة، والمحطات اللي بتحتاج تدخل بشري زي محطات الطاقة الحرارية هتبدأ تقف وتتعطل. والأماكن اللي بتعتمد على الطاقة النووية هتكون لسه منورة لكن من غير صيانة مستمرة مش هتكمل. والمدن الكبيرة هتبدأ تغرق في الظلام، وهتكون أول مرة من قرون الشمس تظهر فيها بالنجوم بشكل كامل. وأجهزة الإنذار اللي بتشتغل بالبطاريات هتفضل تصفر بشكل هستيري في أماكن مختلفة، وحتى الموبايلات والتلفزيونات اللي كانت شغالة وقت الاختفاء هتفضل مفتوحة لحد ما البطاريات تخلص أو الكهرباء تقطع. والكلاب والقطط اللي كانت مستنية أصحابها هتبدأ تحس بالجوع وهتبدأ تحاول تخرج من البيوت بأي طريقة. والكلاب الصغيرة اللي مش متعودة على الصيد ممكن تموت من الجوع، لكن الكلاب الكبيرة هتجمع نفسها في مجموعات وتحاول تصطاد. والطيور اللي كانت في الأقفاص هتموت، والأسماك اللي في الأحواض هتعيش لحد ما الأكسجين يخلص أو المية تتلوث وتموت هي كمان. وبعض المصانع الكيميائية والغازية هتبدأ تواجه مشاكل لأن مفيش حد بيراقب العمليات التلقائية، وده ممكن يؤدي لانفجارات كبيرة. وحتى السدود اللي بتحتاج تدخل بشري مستمر لضبطها ممكن تبدأ تواجه تسريبات، ومع الوقت بعض السدود هتنهار وتسبب فيضانات كارثية. وفي الغابات الحرائق اللي بتبدأ طبيعيا بسبب البرق مش هتلاقي حد يطفيها وهتفضل مستمرة لحد ما تاكل كل حاجة في طريقها. ومع توقف السيارات والمصانع نسبة التلوث هتقل بشكل ملحوظ جدا، والهواء هيبقى أنقى من أي وقت قبل كده. والأماكن اللي فيها أمطار مستمرة الشوارع فيها هتبدأ تتغطى بطبقة من التراب والأعشاب الصغيرة. والحيوانات البرية اللي كانت خايفة من البشر زي الثعالب والذئاب هتبدأ تظهر أكتر وتنتشر في المدن. وناطحات السحاب هتكون لسه واقفة، لكن بعض المباني اللي فيها مشاكل في الصيانة ممكن تبدأ تنهار بسبب عوامل طبيعية زي العواصف أو الرياح القوية. والبيوت الخشبية هتبدأ تتأثر بسرعة بسبب الرطوبة، خاصة في الأماكن اللي فيها مطر كتير. يعني باختصار بعد 24 ساعة بس من اختفاء البشر العالم هيبدأ يحس إن البشر مش موجودين وكل حاجة هتبدأ تنهار. بعد أسبوع واحد بس من اختفاء البشرية العالم هيبدأ يتغير بشكل واضح جدا. مفيش صراخ أطفال ولا زحمة في الشوارع ولا حتى مصانع بتشتغل، لكن في المقابل الكوارث الطبيعية والصناعية هتبدأ تضرب الكوكب بكل قوتها. معظم المفاعلات النووية اللي في العالم هتبدأ تنهار عشان مفيش حد بيشرف على عمليات التبريد. ومع توقف المضخات اللي بتبرد قلب المفاعل درجة الحرارة هترتفع بشكل جنوني، وده هيؤدي لانفجارات ضخمة زي اللي حصلت في تشيرنوبل، لكن المرة دي هتكون على مستوى العالم كله. والتلوث النووي هينتشر في الغلاف الجوي وهيبدأ يلوث مساحات ضخمة من الأرض، وده هيأثر على الحياة البرية والنباتات كمان. وكمان 90% من الحيوانات الأليفة هتموت بسبب الجوع أو بسبب هجوم الحيوانات البرية عليها. والكلاب اللي كانت مستأنسة هتبدأ تتوحش وتتجمع في مجموعات هجومية، وده هيخليها ترجع لسلوك أجدادها من الذئاب. والقطط هتتكيف أسرع وهتبدأ تصطاد الطيور والفئران عشان تفضل عايشة. ومش هيبقى في حد يطفي الحرايق، فمع أي ماس كهربي أو شرارة بسيطة النار هتنتشر في المباني وهتفضل مشتعلة لحد ما تاكل كل اللي حواليها. والمناطق اللي
اللي فيها حرائق الغابات هتتحول لجحيم مستمر لأن مفيش رجال إطفاء يطفوها، والدخان الكثيف هيبدأ يلوث الجو، لكن في المقابل الهواء هيفضل أنقى من الوقت اللي كانت موجودة فيه العربيات والمصانع. والفيضانات هتبدأ تغرق كل المدن، لكن المدن الكبيرة اللي عندها أنظمة تصريف في الأنفاق ممكن تبقى محمية لفترة مؤقتة، والأنظمة دي بتحتاج كهرباء عشان تشتغل، وبدون كهرباء المياه الجوفية هتتراكم وتغرق المترو والأنفاق السفلية بالكامل. وفي المدن اللي فيها سدود زي السد العالي في مصر المية ممكن تفيض بسبب عدم صيانة السد، وده هيؤدي لفيضانات كبيرة تغرق المدن كلها. والحيوانات المفترسة اللي كانت محبوسة في حدائق الحيوان هتخرج وتسيطر على المناطق القريبة اللي حواليها كلها، وحتى الفئران والصراصير هتبدأ تتكاثر بسرعة رهيبة عشان مش هيكون في أي مكافحة للآفات. وكمان الأعشاب هتنمو في الشوارع، وأوراق الشجر هتتراكم على الطرق السريعة، والنباتات هتبدأ تدخل المباني المهجورة، والزجاج بتاع ناطحات السحاب هيبدأ ينكسر بسبب تمدد جذور النباتات جواه. والمدن القريبة من الغابات زي ساو باولو هتتحول حرفيا لأدغال. بعد أسبوع واحد بس العالم اللي احنا نعرفه هيبدأ ينهار، الحرايق والفيضانات وانهيار المفاعلات النووية والحيوانات البرية اللي بترجع تسيطر كمان. لكن دي مجرد البداية، لأن الكوارث الحقيقية لسه هتحصل خلال الشهور والسنين اللي بعد كده. بعد 30 يوم من اختفاء البشر الأرض هتدخل في مرحلة انتقالية مرعبة. المدن هتبدأ تنهار بشكل أسرع، والحياة البرية هتكون في أقوى حالاتها من آلاف السنين، والمباني اللي كانت مهجورة أو في حالة سيئة قبل اختفاء البشر هتكون أول ضحية. والأسطح اللي مصنوعة من الخشب أو المواد القابلة للتحلل هتبدأ تنهار بسبب الأمطار والعواصف، وحتى الفئران والحشرات هتغزو البيوت، والأرضيات والجدران هتتاكل بسبب الرطوبة والتعفن. وفي المدن الأشجار اللي بدأت تنمو هتبدأ تكسر الأرصفة والأسفلت، وفي المناطق الصحراوية الرمال هتبدأ تبلع كل الطرق السريعة، وهتتحول المدن هناك لحاجة أشبه بمدينة قديمة مدفونة تحت التراب. والمناطق اللي بتتعرض لعواصف هتشهد انهيارات أرضية، وبعض المناطق السكنية هتنهار بسبب الطين والمية المتراكمة عليها. والكباري المعدنية اللي بتحتاج صيانة دورية هتبدأ تصد ببطء، لكن الضرر مش هيكون واضح لسه. والحيوانات المفترسة اللي هربت من حدائق الحيوان هتكون استولت على مناطق كاملة، والكلاب اللي اتحولت لقطعان برية هتبقى أقوى وأعنف، وهتبدأ تستهدف أي مصدر غذاء تلاقيه، حتى لو ده معناه مهاجمة النمور وحتى الأسود. وبعض الحيوانات المستأنسة زي الأبقار والأغنام هتبدأ تنقرض ببطء لأنهم غير مؤهلين إنهم يعيشوا من غير بشر. وحتى السدود الكبيرة اللي كانت بتحتاج تدخل بشري مستمر لصيانتها هتبدأ تنهار بالكامل. والمناطق اللي كانت بتعتمد على السدود دي لتوليد الكهرباء زي مناطق في الصين والبرازيل وحتى مصر هتشهد كوارث بيئية كبيرة، وده هيكون بسبب المية اللي مفيش حد متحكم فيها. والمدن القريبة من الأنهار زي القاهرة هيكون فيها تغيير في مجرى الأنهار لأن مفيش بشر بينظموا تدفق المية. والمدن اللي كانت دايما مليانة ضباب دخاني بسبب التلوث الصناعي زي بكين ونيو دلهي هيكون عندها هواء أنقى من أي وقت في التاريخ الحديث. والأنهار اللي كانت مليانة نفايات صناعية هتبدأ تنظف نفسها مع الوقت وتتحول لمية صافية بعد ما كانت شبه ميتة. والأقمار الصناعية اللي كانت بتدور حوالين الأرض هتبدأ تتعطل واحد ورا التاني بسبب انتهاء الوقود، وبعض الأقمار دي هيدخل الغلاف الجوي ويتحرق، وبعضها هيقع في المحيطات والصحاري. وبعد شهور قليلة كل وسائل الاتصال اللي صنعها البشر هتكون اختفت تماما. يعني باختصار بعد مرور شهر واحد من اختفاء البشر كل حاجة هتكون اتغيرت بسرعة. المدن هتكون في حالة خراب تدريجي، والأشجار هتبلع الطرق والمباني، والحيوانات المفترسة هتستولي على أماكن جديدة، والكوارث الطبيعية هتبدأ تضرب أماكن زي السدود والأنفاق، لكن في المقابل الأرض هتكون في حالة انتعاش بيئي ما حصلتش قبل كده. في النهاية اختفاء البشر مش هيوقف الأرض، لكن بالعكس الكوكب هيتعافى بسرعة ويرجع لحالته الطبيعية وكأننا ما كناش موجودين. لكن السؤال المهم، هل لو البشر فضلوا موجودين هنقدر نحافظ على الكوكب للأجيال اللي بعدنا؟ أخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار، وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.